ازيكم يا حلوين؟ النهارده هتكلم عن حاجات كنت بستخدمها الوقت اللي فات وخلصتها. هقول لكم على رأيي فيها واذا كنت هشتريها مرة تانية، وايه منها عجبني فعلا وايه منها ما عجبنيش خالص وما انصحش بيه تماما. اول مرة بتشوفيني على يوتيوب، اهلا بيكي. انا اسمي نورة، مصرية عايشة في امريكا ومهتمة بكل امور الجمال والميك اب والفاشن وحاجات تانية كتير. احب جدا انتي تشرفيني بالاشتراك، ولو بتحبي النوعيه ديت من الفيديوهات اديني لايك تحت الفيديو عشان اعرف انه المحتوى ده محتوى بوبولار واعمل فيديوهات تانية زي كده. هاخد البرودكتس بترتيب معين، لكن هاخد زي ما يجي في ايدي، يعني هقول لكم عليه. اول حاجه عايزه اتكلم عليها النهارده هو الماسك دوت من بايودانس. ده الماسك الشهير بتاع بايودانس اللي هو بيجي كده، هو عباره عن قطعتين زي ما انتم شايفين. في قطعة فوق بتحطيها على القورة والعينين، وفي قطعة تحت تحطيها على الخدود هنا هوت وحوالين البق. والماسك نفسه معمول زي ما يكون جل كده هوت، يعني هو صحيح شيت ماسك بس تحطيه على وشك وبتسيبيه 4 ساعات فما فوق. يعني ممكن تنامي بيه لو انت عايزه، انا ما كنتش بنام بيه. انا سبته حوالي 4 ساعات وبعد كده بشيله. الماسك عجبني، بس طبعا زيه زي اي شيت ماسك تاني هو تأثيره وقتي. يعني انت عندك مناسبة، عندك فرح، عندك عيد ميلاد، عندك حاجة مهمة عايزة وشك فيها يبقى منور ويبقى بشرتك حلوة ومترطبة وبلم، استخدميه. هاتيه، هو بيتباع في العلبة بتاعته فيها 4 وحدات ف4 ماسكس، وهاتيه واستخدمي واحد منهم هيبقى حلو. لكن هو مش حاجة يعني مستدامة هتغير في بشرتك، حاجة تفضل على طول تبقي حاسة بيها. يعني اتكلم بعد كده على برودكت كنت بستخدمه كل يوم الوقت اللي فات، وهو البرايمر وسان سكرين مع بعض، يعني هما 2 في 1 من ألف. اسمه سان تاتشبل وو جلو. البرودكت دوت حلو. انا مش عارفه هيبان لكم الفكره بتاعته ولا لا. هو بصوا فيه من هنا اهوت، ده لون البرودكت. هو زي ما انتم شايفين بيجي شويه كريم، زي ما يكون في بيرل كده هوت شويه، فبيدي جلو حلو على الوش، وهو في نفس الوقت سان سكرين وكمان برايمر تحت الميك اب. برودكت حلو. و يعني انا بحب قوي الحاجات بتاعه الصبح، المنتجات اللي بستخدمها الصبح تبقى 2 في 1 كتير، يعني عشان بتوفر وقت وبتضغط، عارفه بتضغط خطوتين في خطوه واحده. فده بصراحه عجبني. هجيبه بعد كده ولا لا؟ اجيبه. هو في بس حاجه واحده، ان هو يفضل لو انت بشرتك مختلطه زي او دهنيه تستخدميه في الشتاء اكتر، لان هو بيدي جلو قوي. فيس الجلوي ده بيبقى جميل في الشتاء بالنسبه لي، يعني بيبقى جميل في الشتاء، بس في الصيف بيبقى تو ماتش. فدي بس الحاجه الوحيده اللي كنت عايزه اقولها. ده هجيبه تاني، بس هجيبه مع دخلة الشتاء ان شاء الله. اتكلم بعد كده بقى على مزيل الميك اب بتاعي اللي انا بستخدمه من سنين وعمري ما غيرته، وهو جارنيه اللي هو المايسلر واتر. طبعا بستخدمه يا اما بستخدمه الصبح لو انا مش هغسل وشي بمنظف، يا اما بستخدمه بالليل لو انا عايزه انضف قبل ما اغسل وشي بالغسول. المره دي انا كنت جايبه اللي هو بميه الورد حلو، وقبل كده جربت منه الاخضر اللي هو البشره الدهنيه والمختلطه حلو. بتاع ميه الورد للبشره الحساسه حلو برضو. ما عنديش اي يعني حاجه نيجاتيف اقولها عليه. اوريدي اشتريت منه واحد جديد، لان ده منتج على طول انا يعني برول فيه. فعندي دلوقتي واحد جديد لونه اصفر، يمكن هوريه لكم قريب، بس لسه ما استخدمتوش. البرودكت اللي جاي هو برودكت من اوريجينز. طبعا اوريجينز حاجتها معروفه حلوه. ده اسمه بلانسكريبشن انتي ايجينج كلينزر. كلينزر حلو جدا. ده الحجم الترافل سايز او الديلوكس سايز بتاعه. حلو، بينظف الوش مش بينشف، بس بينظف حلو قوي. فبرودكت حلو.
بس عايزه اقول انه يعني مش مضطره ان انت تروحي مخصوص لاورجنز عشان تشتري منهم كلينزر، لانه حاجتهم شويه ناحيه الهاي اند، اسعار اكتر، هاي اند اكتر. ف في لي بدايل يعني، بس هو المجموعه دي نفسها حلوه. فانا كان ده جالي في كولكشن، كان في السيروم وكان في كريم العين وكان في دوت، وعجبوني جدا. وده كان اخر حاجه استخدمته اللي هو الفيشيال كلانزر. اجي بعد كده بقى على برودكت للاسف انا ما عجبنيش خالص، وما بنصحش بيه خالص. هو الكونديشنر، لا الماسك، ريكونستراكتيف مويستشر ماسك بتاع كريستن اس. ده شكله، والبرودكت ده الحاجه الوحيده الحلوه فيه ريحته رائعه. ريحته زي، مش عارفه اقول لكم ايه، زي ريحه الفنادق كده. هو عارفين ريحه الاوتيلات، ده ريحته كده. بس انا ما جابش معايا نتيجه كويسه خالص، بالعكس جاب معايا نتيجه مش حلوه خالص على شعري. اما حطيته حسيت شعري لبك تماما، وفي نفس الوقت ناشف، فما بقتش فاهمه ايه اللي حصل. فبعد كده بعد الماسك ده اتحطيت ماسك تاني عشان اصلح اللي هو عمله يعني. فلا، ما عجبنيش خالص، ما بنصحش بيه، انا عمري ما هجيبه اكيد. على العكس بقى برودكت للشعر وعجبني جدا جدا، هو ايفا ان واي سي، اسمه Stay Hydrated Leave In Conditioner. ده يا بنات فيه هالورونيك اسيد وفيه فيجان كولاجين، حلو جدا. ليفين كونديشنر ممتاز. بيجي كده اهوت سبراي، مش عارفه هيبخ ولا في اهوت، بصوا هو كريمي سنه، بس مش بيلبك الشعر. بس طبعا انتوا عارفين يعني اي سبراي كريمي احنا بنحاول ان احنا ايه نستخدمه يعني بالعقل على الشعر عشان ما يلبكش. لكن اللي عجبني فيه ان هو فعلا بيرطب الشعر، وكنت بستخدمه على الشعر المبلول طبعا. وبعد كده بحط الهيت بروتكشن، هو ده ما فيهوش هيت بروتكشن، فبحط الهيت بروتكشن وبعد كده بعمل شعري بالسشوار او بالفار او كده، بيبقى حلو جدا. عيبه الوحيد ان هو يعني كان نفسي ان يحطوا فيه هيت بروتكشن فيبقى هو برودكت واحد بيخلص لك كل حاجه. لكن هو كبرودكت لوحده يعني هو برودكت كويس، بس ما تنسيش تحطي معاه لازم حاجه تحمي شعرك من الحراره. هتكلم بعد كده على برودكتس the middle of the road خالص، يعني حاجة نص نص تماما تماما. واتفاجئت انه كده، لانه في العادة يعني حاجات لوريال حلوة، بس انا يعني ما عجبنيش. هو كريم لوريال ريفيتاليفت، ده للوش كله. عادي قوي يا بنات، عادي قوي قوي قوي. بصوا انا خلصته، يعني كانت عبوه صغيره خلصته، بس هو عادي قوي، ما بيعملش اي حاجه اكسترا، بيرطب بس، ما فيش اي حاجه يعني، ما فيش اي حاجه تانية. ف ما اعرفش، ما حبيتهوش. واحنا دلوقتي انا بقيت احس ان احنا بندور على مواد فعالة أكتر، يعني بندور على ريتينول، بندور على فيتامين سي، بندور على حتى هيلورونيك أسيد. لكن تبيع لي كريم كده هوت واحنا مش عارفين هو ايه اللي فيه أساسا، لا ما عجبنيش. هتكلم بعد كده بقى على 2 برودكتس للشاور. ده اللي هو غسول المنطقة الحساسة، اسمه فاجيسيل. وهما في كذا لون للاغطيه بتاعتهم، في اللي هو اللبني وفي الابيض اعتقد وفي الروز اللي هو بيبقى اودور بلوك. فده بيبقى بينظف، وفي نفس الوقت كمان بيشيل لو في اي ريحه. عارفين لو وقت البيريود، لو وقت كده وعايزين حاجه ترفرش كده، هو ده ممتاز يا بنات، ممتاز. والعبوه كبيره جدا، بتقعد كتير قوي، لان هي يعني بس استخدام بس المنطقه الحساسه، بتقعد كتير وجميله بصراحه. فعلا بترفرش، بتنظف، ما بتعملش اي حساسيه، جميله يعني. ده برودكت انا اوريدي دلوقتي بستخدم نفس البرودكت دوت، بس اللي غطاه لبني، اللي هو للبشره الحساسه. اخر برودكت معايا النهارده هو برودكت مش انا اللي خلصته لان هو برودكت رجالي، فده جوزي هو اللي خلصه. هو البرودكت دوت من The Men's Shop في Bath and Body Works. اسمه
وبس كده، دي كانت الامتيز بتاعتي الفترة ديت. فلو انتي بتحبي النوعية دي من الفيديوهات اديني لايك، واتمنى انه تشتركي في القناة علشان تشوفي كل فيديو جديد بينزل. ولما تشتركي كمان دوسي على علامة الجرس اللي بتبقى جنب علامة الاشتراك علشان يوتيوب يبعتلك نوتيفيكيشن كل ما فيديو جديد ينزل على الشانل. شكرا جدا، واشوفك الفيديو الجاي.